شو عم تحكي ابو قاسم؟ هذا كل اللي صار اخي. شو ابو بشير؟ احكي اللي بتعرفه ابو بشير. أنا سبب الطلاق ما بعرفه لأنه بخصه، بس أنا بعرف اللي ساوى الفضيحة كلياتها ومنع أختكم ترجع لأبو عصام. مين؟ أبو غالب عقيد. ابو غالي؟ شو دخلوا ابو غالب ابو بشير؟ إيه لو بتعرف شو مساوي أبو غالب بأبو عصام كنت سويت غير هيك يا أبو قاسم. إيه ما بيسترجي يساوي شيء، راسه بوصل له اياه. برضاي عليك يا ابو قاسم سمعنا. شرف ابو بشير شرف. قبل آخر ليلة كان نايم فيها أبو عصام بالدكان، كان ناوي يرجع أختكم الكريمة، بس لسوء حظه كان الشيخ برات الحارة وتأخر لرجع عليها، وخاف يفوت على بيته أبو عصام ويشوف مرته المطلقة. بصراحة كان خايف من الحرام عليها وعليه، لأنه بيخاف الله، خاف من غضب الله. وراح نام أبو عصام بالدكان هديك الليلة. إيه في وش الصبح شاف أبو غالب جاي ومعه قفل، قام راح رمى القفل اللي معه أبو غالب على قفل الدكان وخلى أبو عصام محبوس بالدكان لبين ما اجى أبو قاسم وسمعت اللي صار. شو ابو قاسم؟ انا ما عندي علم بابو غالب، وهلا سمعت ابو بشير. الله وكيلك اخي. يا حسافة على حارة الضبع واللي صار فيها بغيابي، وكل هالمشاكل بسبة واحد كلب ما بيسوى نقلة. هي غلطة كبيرة بحقنا، كبيرة كتير وما بينسكت عليها. إيه بس ابو عصام تغير كثير ومألوف واني تحتاني. احكي له شلون كشف راس الحرمه قدام الناس، احكي له. ابو عصام ما عاد اللي بتعرفه اخي، وكان رح يوقعنا بخناقه مع ابو النار، الها اول وما لها اخير. شو هالدباجة الجديدة اللي عم بسمعها يا جماعة الخير؟ احكي ابو بشير احكي. أنا راح أحكي لك كل شيء عقيد. يا ترى دري أخي أبو شاب ولا لسه ما قالوا له؟ ولي على قامتك يا سعاد، ولي على قامتك يا سعاد. ابو بشير كرمال النبي، ايش كان مالك متأكد من الحكي اللي عم تحكيه؟ لا تورطنا. ولو عقيد إيه انا ماني مصدق. كرمال الله ابو قاسم نقطنا بسكوتها. وهذا أبو غالب صار بده تكسير راس لأنه بلش يتطاول علينا وبحارتنا كمان، وابو النار فوتوا على الحاره بغيابي ما لا عاجبتني. ونحن قصرنا الشر عقيد لبين ما ترجع مشان تتصرف.